قالوا ما قالش حاجه فنيه، هو اثر فني. طب ما هو اساسا مسببين التواريخ التواريخ مين والهوس اللي كل هيروح حاجة. لمين ومين اللي هيجي لمين. تمام. بعدين قال لك احنا كنا يعني في ناس كانت عايزانا نخسر، الجمهور مش شجعني. يا عم اللي يشجعك يشجعك وما يشجعكش ما لا اله الا الله. يشجعكش. طب ما انا عايزك تخسر عشان ما ما تقابلنيش. تقابلنيش. قال بقى كلام بقى. المهم ايه، قال لك والناس عايزانا والمش عايزانا، الناس مش عايزانا، احنا كاسبين 7 ومصر هي اسد العرب واسد افريقيا. طبعا كلمه اسد في الاطلس بتاعت المغرب. هذا اللقاء في الاطلس احنا اسد يعني يا عم احنا جامدين وهم جامدين والدنيا كويسه. وبعدين عمال هو طلع علي الشاوي 7 بطولات. المهم ايه، عمل كام ايه تصريح كده، ناس هاجت وبتاع هناك. فواحد صاحبي قال له انت طريقتك فاشله، طريقتك فاشله وانت فاشل بطريقه وحشه برضه، يعني مش حلوه الاسلوب بتاعه. بس هو بقى ايه بناء على اللي هو قاله، انت ما اتكلمتش على اسلوبك ولا طريقتك الفاشله في اللعبه ولا راح جاي قال له اسلوبك غير محترم، سؤالك غير محترم، سؤالك غير محترم وانا مش هرد عليك. وان شاء الله قال له انت راح جاي ابراهيم حسن. ابراهيم حسن كمان بيكلموه قال لك احنا كنا مش عارفين في فندق، قاعدين في بنسيون. حبيبي فندق جامد. حبيبي فندق طبعا حلو، يعني ايه بنسيون يعني؟ ايه بنسيون؟ واحنا ما نعرفش ايه. بعدين جه بقى ابراهيم حسن هو قاعد راح كلم الصحفي ده قال له انتوا بقالكم 50 سنه ما خدتوش البطوله، بقى تلقيح فاهم انت ملوش اي لازمه. الصحفي غلطان وحسام حسن قبل منه هو وابراهيم غلطانين. يا عم بقالهم 50 سنه ما خدوش البطوله بس عاملين نتائج كويسه. نتائج كويسه. طب احنا بقى لنا 50 سنه احنا طول عمرنا ما كسبناش ماتش كاس العالم، هم وصلوا دول 4 كده بقى. يعني بلاش الطريقه دي. المهم الناس سخنت بقى والسوشيال ميديا انت فاهم في المغرب وفي مصر كلام يعني نفس موضوع الجزائر انت فاهم. طب ليه؟ ناس عبيطه قوي يا جماعه. احنا واحد واللي مش عاجبه مش عاجبه وكل واحد قال حاجه يتحملها. حسام حسن غلطان، الصحفي غلطان، كل واحد غلطان. ناس بقى جايه بالهبل بقى النهارده في الجماهير بتاعت المغرب بتصفر علينا جامد بقى بزياده بقى. نظام ايه انت مش متضايق من كده؟ طب انا باين لك انت متضايق يا عم كل واحد يشجع اللي عايزه. مثلا عادي مش مشكله. ما انت بتروح على الارض بتلاقي عندك مثلا 2000 واحد 2000 يا عم هو مشجع. لعب الماتش اللي فات عشان الناس تشجعه. الله ينور عليك. وماتش هو في ايه اللي التحرك ده؟ عبيط قوي. حسام بيقول كلام مش برضه محتاج يهدى يعني. خلاص مش ايه ده محتاج يتشال يا عم. هو ايه ده ايه؟ يهدى. كله بيقول لك كده. في اللي بيقول يا جماعه خلاص فرصه ومش فرصه. انا بقول لكم رشحوني امسك لكم المنتخب ده يا عم شهرين بس اقبض الحوه وبعد كده اقول لكم المنتخب في عينها. ونلعب بره الارض وبسافر. وسافر والسهر واللعيبه ما بتسمعش الكلام. ما عنديش محترفين. خلي بالك كل الكلام ده هقوله انا برضه. يا عم انت في ايه؟ واكسب الارشادات التك ده راح تتفرج على المباراه. ودي رئيس اتحاد الكوره شويه وفاهم انت الحنكوشه دي يعني فاهم انت وسبوبه كله اتراضى. وانا تاريخ انتوا عارفينه كنت بشجع مصر كتير والفيديوهات تشهد. فيديوهات وبشجع الدول العربيه. كنت بروح اشجع المغرب في اسكندريه والجزائر لما كانوا بيلعبوا في اسكندريه. يا عم احنا بنشجع اي دوله عربيه. احنا واحد اصلا. انا شجعتهم صحيح في البطوله الافريقيه. ايوه وانا رحت برضه احنا بنشجع اي دوله عربيه بتلعب في اسيا او في افريقيا. اي دوله الواحد غصب عنه بيشجعها مش بمزاجه يعني مش بمزاجه. ده انت بتلاقي قلبك معاهم نفسك هم يغلبوا. ايوه صح. نفسك يغلبوا بعد مصر مش مثلا اقول لك مثلا انك انت ده انت اصلا يعني بتبقى باي لك كده لوحدك. ايه ده هو نزل مصطفى محمد يعني ليه؟ مثلا راس حربه بقى. لا حصل السعوديه العراق بيلعبوا. استنى الياس ضد اليابان ضد الصين. ده الكلام بقى بالطبيعي انا هشجع مين؟ ايوه اكيد هشجع دوله عربيه يا جدعان. مش معقول الكلام ده. لا هتشجع حسام حسن. حسام حسن شجع على حسام حسن. ضيعنا يا عم افريقيا الدول العربيه المغرب والجزائر وليبيا وهم مع الجزائر على الصابع كده. هتشجع مين يا عم؟ لا ما انتش قاعد مصر. انا بشجع مصر. والله انا كنت مره وانا كنت في السعوديه فكان تونس بتلعب مع السعوديه. واحد جاي بيقول لي انت هتشجع مين؟ قلت له هشجع تونس. قال لي ليه؟ قلت له ايوه تونس دوله اسلاميه عربيه افريقيه. يعني ايوه انت حنيت بعد الفرق العربيه كلها اسيا وافريقيا اما بحن الفرق الافريقيه. انا افريقي في الاول وفي الاخر بنحن الفرق الافريقيه بحس ان هم غلابه زي حالتنا كده يعني. اللي عايز يتفرج على المباراه يا جماعه يضغط لايك واول رابط موجود في الديسكربشن تحت. اول رابط موجود في الديسكربشن تحت في صندوق الوصف. اول رابط اضغط لايك واطلع على المباراه على طول. الدقيقه 70 0-0 وفي ضربات جزاء. اداء متوازن. الشوط الثاني في نوع من التراجع. يا عم الناس دي